ايديكي مرتعشه، بل ايديكي مشلوله، لان يوجد في التلفزيون المصري والاعلام المصري طابور خامس وانت مش قادر عليهم. اقعدي في بيتك احسن. اقول تاني، كان لينا وقفه مع وزاره الاثار، احنا عملنا قبل كده فيما سبق وقفه تضامنيه مع تنشيط السياحه في منطقه الهرم. منطقه الهرم فيها 5000 اسره تعيش على السياحه، وقد ذهبنا الى هناك والشرطه والداخليه وافقت ان احنا نعمل وقفه تضامنيه نقول للاجانب والعالم ان مصر امنه ادخلوها ان شاء الله امين. ذهبنا الى وزير الاثار لم يستقبلنا لانه عنده طابور خامس في المكتب بتاعه. ذهبنا الى الداخليه رحبت، قالت فكره جميله جدا. طلعنا الهرم وكان معنا بعض الاعلاميين، منعنا مسؤول الاثار الاستاذ محمد شيحه من الظهور امام العالم لنقول ان الاخوان الذي يدعمون باجندات خارجيه من العالم، من اصحاب الرموز التي تريد الخراب لمصر، نقول اهلا بكم ايها السياح الاجانب في مصر. فمنعنا الاستاذ محمد شيحه مدير هيئه الاثار. الاستاذ محمد شيحه من اهالي كرداسه، وما ادراكم ما هي منطقه كرداسه والاخوان الموجودون فيها. ثانيا، انا بقول للرئاسه وبالاخص الاستاذ احمد المسلماني، انت استقبلت شباب الاخوان في الرئاسه، هل استقبلت اهالي الشهداء والمصابين والمتضررين من حكم الاخوان في رئاسه الجمهوريه؟ طبعا ما حصلش. فيا ريت تمشي. انا برضو بتكلم الاستاذ مصطفى، الدكتور مصطفى حجازي، بقول له الاجنده الخارجيه بتاعتك مش هتتنفذ في مصر، لان مصر لا تملى عليها اجندات خارجيه. الشعب المصري كفيل ان يحكم مصر ولا نريد اجندات خارجيه. اما بالنسبه للدكتور محمد البرادعي، سوف يستقبل من اهالي رابطه ضحايا حكم الاخوان بطريقه نرفع له فيها الحذاء عندما يعود لمصر، لانه معه اجندات خارجيه سوف يدخل بها الى مصر لخراب ودمار مصر، ونحن لا نسمح ايضا بالاجندات الخارجيه ان تملي على مصر. انا بطالب الشعب المصري بالوقوف خلف الجيش والشرطه لمكافحه الارهاب، وبقول للاراجوز المصري الساخر باسم يوسف، اذا كانت وراك امريكا فنحن وراء الفريق اول عبد الفتاح السيسي. الشعب يدعم الفريق اول عبد الفتاح السيسي. طب تعالوا نشوف لو حصل وفشلت 30 يونيو، ايه اللي كان هيحصل؟ مين اللي كان هيتحاسب اول واحد؟ هو الفريق اول عبد الفتاح السيسي. باسم يوسف جه يحاكم مرسي، امريكا كانت وراه. انا بقول النهارده ان الشعب المصري كله ورا سياده الفريق اول عبد الفتاح السيسي. واقول للشرطه عليك ان تحمينا، ونحن ذاهبون الى المحكمه للقصاص من السفاح محمد مرسي واعوانه، السفاح محمد مرسي واعوانه، وتأمين الشعب المصري الذي سوف يذهب إلى مقر محاكمة مرسي في ترى في معهد أمناء الشرطة. فأنا أقول للداخلية والشرطة أرجوكم تأمين الشعب، وبأطالب الشعب أن ينزل في هذا اليوم ليؤكد للعالم أن 30 يونيو ليس انقلاب، بل إرادة شعب ضد الإرهاب والتطرف. حفظ الله مصر أرضا وشعبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.